اخواتي والاخوان المهمات كي دايرين بخير مزيان، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ونلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. جيت معكم دابا بواحد الفيديو هكا غير خفيف، دابا ندير واحد البريوش ساهل، مقادير بساط وساهلين وانتم غادي نقدمهم لكم. عندي هنا واحد نص كيلو ديال الدقيق ممتاز ديال الحلوى نوع جيده، عندي واحد الفاني خميره ديال الحلوى وحده، عندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار درتها مع شويه ديال الحليب دافي، عندي هنا واحد 2 معالق ديال السنيده، وهنا عندي واحد شويه ديال الملحه، وهنا عندي الحليب حسب الخليط. هاد المقادير مازال عندي غندير الزبده، ما غاديش ندير دابا الزبده ولا الزيت حتى الطوراق، غندير الزبده والزيت والشكلاط هكا للتزيين. دابا غادي نهزو الدقيق، غنخويو الدقيق ديالنا، ندير هكا الخميره، غادي ندير الخميره بعد ما دابت، والخميره كتبقى على حساب الجو وعلى حساب عاوتاني الكميه ديال الدقيق. ونشللو شويه باش عندي هنا واحد 2 معالق هكا ديال سنيده، شويه ديال الملحه نديرها شويه كاع، غندير الخميره ديال الحلوى، ثاني نحاول نخرج المقادير ونعجنهم هكا بالحليب. الحليب سخنته واحد شويه دافي الحسب على حساب الجو، غنبقى نخلط شويه بشويه حتى نحس على القوام ديال العجينه اللي بغيت. غندير الحليب هو اللي في الكاس، غنبقى نخلط حتى نجمع الدقيق باش ما يلينيش الفيديو طويل، راه مازال عاوتاني مراحل اخرين. هي العجينه ديالنا بعد ما دلكتها مزيان بديت درتها في القصري حتى دلكتها مزيان، ودهنتها بشويه ديال الزيت. غنجيب دابا الزبده والزيت باش نورقها، ما كنخليوهاش تخمر، كنخليوها تخمر ملي نصايبوها ان شاء الله بحال الشكل المسمى على حسب الحجم اللي بغيتو. نحاول ما نكبرهاش، ندهنو غير شويه الزيت باش ما تدخلش الزيت هكا حتى نورقوها ان شاء الله. كنقطع معنا غير داكشي اللي غنكور باش ما نشيطش الشياطه، نحاولوا نصايبوها بالنسبه للمبتدئات والصح. كتبقى الحجم على حساب كما قلت لكم. ها هما انتم حيت بديت اصلا حيت كان الاذان وحبستو انا كنطرخ حتى شكل مسمى ندهن لها شويه ديال الزبده، ما كنديروا لا دقيق لا والو، كنحاول نلفوها بحال الملوي هكا. ما خليتوش يتطلق كنخلي الاولى هكا، ونحاول نهز الثانيه نطلقها عاوتاني بحال شكل حتى كيترقق هكا نتوما كتشوفوا. صافي كدهن هكا بشويه ديال الزبده، تحاولوا تلفوها هكا بحال
غنخليهم هكا يترخصوا باش يساعدونا نشكلوهم. داكشي كاع باش وريتو راه كتجي زوينه، كيجي مورق كيجي خاوي من الداخل. كتشوفوا عندنا هكا بلا ما ديروا غير شويه الزبده هكا صافي كتلفيها. نكمل ان شاء الله الطرق ديالهم كاملين، راه ماشي بزاف، ونرجع نشكل معكم ان شاء الله البيضه. انا غير زربانه ما خليتهم شويه يرتاحوا. اي بعد ما كملت الطرق تحاولوا تجبدوها هكا شويه باش بحال دابا انتم كتطوروا على يديكم. عاوتاني تدخلوا هذا وكتجيبوا هذا كتلصقوهم هكا. نبداو من الاول، شدوه من الوسط كنلويوه نشدو هذا الريش وكنرجعو هكا لتحت. نتوما كتشوفوا الشكل ديالهم. نجيب دابا الصفر ديال البيض ندهنهم، واحد باقي ما خمروش، نحط واحد المرصه ديال الشكلاط هنا، نخليهم واحد شويه يخمروا. ندير الشكلاط في هذا الحفاري، نحاول نرد ديك الجانب اللي في الداخل باش ما تكليناش هاد المره. بعد ما درت الصفر هكا ديال البيض مع شويه ديال الخل وواحد شويه ديال الحليب، ندهنهم دابا بواحد شويه. نحاول ندخل هاد الشكلاط ما كتكملهم تقريبا حتى كيخمروا. الا كان الجو سخون، اما الا كان بارد راه كنسخنوا شويه الفران، نحطو فيهم كنحطهم شي بلاستيكه. دابا راه ماشي، نحطهم غير واحد شويه ونشعل الفران. ما كان الجو بارد راه ضروري نسخنوا واحد شويه ونحطو باش يخمروا لينا. ندهنهم دابا شويه عاوتاني ملي نبغي ندخلهم عاوتاني يخمروا شويه ونعاود ندهنهم واحد شويه. هما بعد ما طابوا كيجيو زوينين، هما كيجيو رشاش وكيجيو رطبين. ها نتوما كتشوفوا وطيبين، الشكل ديالهم كيجي زوين. نحطهم دابا في الطبسيل ان شاء الله. صراحه راه بمقادير بسيطه ندخلهم بحال يجيو مرقين. هما هانتوما كتشوفوا باقي هذه سخونه، نتوما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجيو زوينين. كيعطيو هكا ديكور ديال الورده. الكميه اللي خرجت لينا. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشجعوني. نتوما كتشوفوا من الداخل. نحل معكم وحده شوفوها، نتوما كتشوفوا كيجيو خاويين باقي سخونه، نتوما كتشوفوا كيجيو مرقين خاويه من الداخل، تجي زوينه. مقادير بساط. وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.